تيرغالي يسجل. هذه النقطة التي تكلمت عنها، المكان اللي من المستحيل أن يصد الكرة الحارس المرمى، حتى في الزاوية 90، حتى في الزاوية 90 لما تنفذ الكرة بهذا الشكل. يجب أن يكون تراوري يتقدم الآن، بالعروش تراوري، بالعروش والكرة تضرب في العارضة، الكرة تضرب في العارضة، وركلة الترجيح الأولى تضيع بالنسبة للاعبين الماليين. هكذا الإعادة مرة أخرى، الكرة تضرب في العارضة من تراوري اللي كان واحد من أفضل اللاعبين في صفوف المنتخب المالي. الآن الفرصة للمنتخب المغربي من أجل التقدم. الوزان يسجل، الوزان يسجل الثاني، الركلة الثانية ناجحة من طرف اللاعب الوزاني. الآن على مدى الدور في صفوف المنتخب المالي، هذه الإعادة تسدد بهذا الشكل، الوزاني حتى صح، مرت قريبة جدا منك يا بالعروش. بالعروش اختار الوجهة الصح، ولكن في النهاية لم يصدها بالعروش. هذه الإعادة مجددا في الزاوية، طه يسدد ويسجل، يونس طه يسجل الركلة الثالثة، يسجل الركلة الثالثة. هذه الإعادة مجددا، سدد بالعروش، سددها، سجل، سدد ديارو في مكان صعب، سدد ديارو في مكان صعب جدا. شوف الإعادة، اتجاه بالعروش، زلزول يتقدم، زلزول يسجل، الزلزال يسجل الهدف الرابع، 4 مقابل 3، وتقدم مرة أخرى للمنتخب المغربي. كل على أعصابه الآن، كل على أعصابه، كان محظوظ فيها، هذه لعب فيها الحظ. يلا يا بالعروش، يلا يا بالعروش، هذه عندك يا بالعروش، وسجل. سجل سجل الهدف. دائما لاحظ الماليين هنا كرتهم تكون اعلى من هي بالعروش، وضاعت. مبروك التأهل للمنتخب المغربي للمباراة النهائية.